السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الفني خدمة جزء الإصلاح وربط الرمات والرشاشات. النهارده طبعا أنا معايا النهارده السبت يا جماعة كله دبابات. تمام، معلش أنا جبت لكم الفيديو في الآخر بس غصب عني. طبعا تعالوا مع بعض كده نفهم واحدة واحدة كده الناس دي جاية لنا منين والعيوب دي إيه وفيها إيه. تمام، في اللي خلص وفي اللي لسه ما خلصش. فسامحوني النهارده بقى أنا ما عرفتش إن أنا أجيب لكم إيه العربيات كاملة. العربية دي كانت جاية ما فيهاش صح، ما بتدورش فيها رعشة، فيها نقرة. تعالوا مع بعض إيه أقول لكم الدنيا فيها إيه. خلص يا هندسة تعالى. جاي لي مين يا قلب اخوك؟ لسه احمد. انت جاي لي منين؟ ما انا عارف انت جاي لي لسه احمد، انت جاي لي منين؟ جاي من الجيزه. احسن ناس بامانه الله. احنا خلصنا عربي، ايه رايك؟ انا تبارك الله بعد ما ركبت العربيه من غير تجربه. بجد؟ يعني اللي انت شفته واللي قال لك روح عند الاست احمد انا جايبها يا باشا، جاي لك على الصين. كان جاي فيها مشكله ايه؟ كانت موضوع عند عربيه مخطوبه. طب وبعد ما خلصنا الساعه؟ ما شاء الله. بجد؟ انا ركبتها يعتبر جربت مشوارها مش 100 متر وخلاص على كده. انا طبعا بديك ضمان سنه من هنا من المركز الفني واستاذنك تدور كده. طبعا يا جماعه العربيه دي كانت جايه كسره كامه، جايبه كامه وجايبه بكره متدمره وكان حليلها برده من فتره زي ما انتم شايفين. الله لا الله اكبر تبارك الله. تمام، معانا الدميكس. تعالى يا هندسه الميكس اقول لك تعالى. طبعا عندنا حله رمبه ورشاطه اهي، بس انزل كبوبه واقف الناحيه الثانيه وتعالى عشان عايزك. بص طبعا دي حله رمبه اهي. تمام، دي مشكلتك في العربيه وجاي لي منين؟ انا جاي لك من المنوفيه. طب في بقى حاجه حصلت هنا، كنت انت كلمتني من كام يوم قلت لك انا ايه؟ قلت لي تعالى اعمل العربيه فيها شويه بخره وتعالى اثبت لك الدنيا. يا جماعه لما نيجي نحل ترومبه، لو هنعمل ترومبه والمكنه معاك لا نعمل واحده بس، يا نعمل الترومبه الاول يا المكنه الاول. ده اللي ليه؟ حصل. حته قطع الغيار النهارده بقى زي الزفت. النهارده البستم بيجي ارط اصلي بس بيبقى عالي سنه، يجي يبص تلاقيه بيعمل نقرصه في المكنه، يجي تلاقيه مش عارفه بيعمل صوت نقره في المكنه. فهنا الزبون يحاول اللي بيبقى في حيره ما بين الاثنين. لا انا يعمل الترومبه الاول يعمل المكنه الاول. الراجل ده كلمني قلت له يا باشا لا اعمل مكانتك الاول واستلم من الميكانيكي وتعالى انا اسلمك. مظبوط. هو جاي لي ما شاء الله استلمت من الميكانيكي، انا بقى هنا اسلمك. كون هيبقى هنا بتاع الترومبات في وش والميكانيكي في وش، هتبص هتلاقي الموضوع انت بقيت خايله. انا الواحد اللي احترامه فيك اللي انت تستلم برضه عربيه عشان الله يعني انا دلوقتي خلاص انا استلمت، يبقى انا اسلمه للاحسن مظبوط. مش للاوحش. تمام، دي حله ترومبه اهي انا اعرف برضو فيها ايه. الراجل المحترم ده حقك عليا تاخدها. خد اقول لك تعالى، وانت كل ما اكلمك وانت السيسي كل ما اكلمك تقعد تتكلم تليفون. السيسي يا عم ده اخونا السيسي يا سيسي تحيا السيسي. طبعا العربيه دي يا جماعه تعالى بقى بطل هندسه بعد اذنك. العربيه دي كده ايه كنت باكو بطل. لا اقفل الكابوت هو بقى وهات المفتاح وتعالى. جاي لي منين يا اخوك؟ منها يا باشا. احسن ناس. تمام، انت الله رايك. الله ينور عليك. كان ايه عيب ايه مشكلتك في العربيه دي؟ كانت بتبطل وفيها رعش. ولما خلصنا الله ينور عليك. بالله عليك طلعنا جربنا عربيه. الله طب ما جيت قلت لنا ايه بحب ايه؟ بحب امشي. بحب اجري. طبعا عندي خلصت. تعالى طبعا الدبابه دي لسه ايه كانت عندنا ولسه معمره مكنه وحل 4 رصاصات. يعني جاي هي عماره مكنه 4 رصاصات ما شاء الله الله اكبر تبارك الله. النص ده اللي معمره لسه. الكلمه اسمه ايه؟ وائل. وائل منين يا عم وائل؟ العمرانيه. اسطى وائل الميكانيكي من العمرانيه تبع لوشه. فاكرين لوشه؟ لوشه بتاع الضبعه هو ده تبعه. حبيبي بس بامانه تسلم ايدك بجد والله. بص يا باشا اي زبون يجي لك صح اللي معهوش ما يلزموش. اللي الزبون مش هيشكرك، ودي قلب مكنه يعني دي قلب المفتوح. ينفع تلعب في قلبك بس كده حبيبي. بس اخويا المحترم المحترم ده جاي لي بامانه الله. يعني انت جيت قلت لي اعمل الصح صح؟ مظبوط والله. وانا عملت ايه؟ الصح والله. بس اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. مظبوط. يعني الراجل قال لي اعمل الصح واللي انت عايزه وفور. لو اهدى عليا اهدى عليا عشان الدنيا ما احنا في ممكن نعمل حاجه ب 30 صح الصح، ممكن نعمل حاجه ب5 صح الصح، وممكن نعمل حاجه ب10 صح مش ده اللي قلت لك؟ مظبوط والله. فقلت له اسيب لي نفسك. انا بقى لو راجل طماع طب يا عم عينيا حصل كنا بنتخانق مع بعض على الاخر ما تقول له اسكت مالكش دعوه. فالنهارده يا جدعان طول ما انت تاكد عملك بتأدي عملك مظبوط ربنا يكرمك اخر كام. طبعا الفواني تعالى كده. طبعا يا جماعه الرشاشات قلنا كذا مره احنا بنعمرها اهي. يعني احنا بنعمر الرشاشات ولا ترم على الجهاز هي تتظبط. الاربع رشاشات متعمرين هم فواني جديد اصلي بس ده كله شحن. تمام وهيركبوا. ولا ترم على التست هظبطها قدامكم اهي على السخان. هات فوطه يا ابني زي ما انتم شايفين اهو. ترم بتخلص لازم من بعد ما تخلص تطلع على الجهاز.
الجهاز ده بيبين لك كل حاجه في الترمب. طبعا لازم السحب وراجع وكل حاجه، لازم يبقى راجع صافي كده زي ما انتم شايفين، دخول وخروج وكل حاجه. هنا بقى دي حاله المارش. انت هنا بتعرف العربيه هتدور او مش هتدور، او في عندك مشكله او مفيش مشكله من الجهاز. ما عندكش جهاز ولا هتعرف اي حاجه. طبعا دي ان شاء الله الديلكس الدبابه دول كام هندسه 15. دي الدبابه 15 بيضه، هي الوحيده اللي واقفه لون مختلف. فان شاء الله انتظرونا، هنكمل لكم الحاجات دي بعد ما نخلص، ونقول لكم اي حد كان عنده اي مشكله، عشان طبعا المشاكل كلها من سبع بعضها. انا بحكي لك كل يوم عندي ايه المشاكل اللي بتحصل لي، او ايه المشاكل اللي بتيجي، او نفس المشكله عندك اديك عرفت. تيجي بقى عندي عند غيري، ما دي مش بتاعتي، دي رساله يد ربنا، بس انا بديك المعلومه والمشكله وانت قاعد في بيتك. ربنا يستر على كل متابعينا ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر، يعني الترمب هنا ايه يعني، ربنا يستر عليك. ابصر يا محمد.